نصيحة: ابعد عن اللي طبعه مش طبعا، ولا اللي ملوش أصل ولا كبير، عشان ما تصغرش نفسك. ابعد عن الأناني، ابعد عن الوشين، ابعد عن الحقودي، ابعد وبس. طبعا هتقول لي ابعد عن كل الناس، هقول لك ابعد. لو جيت فسرت كل إنسان عرفته، هتعرف إن كان كويس ولا وحش. دور على أناني، أكيد عرفت ناس أنانية هتلاقيه ما بيفكرش غير في نفسه وبس. دور على حقودي، عمره ما بيتمنى لك الخير، دايما عايز يشوفك انت اللي قليل وهو اللي كبير. دور على بخيل المشاعر، هيستكتر عليك كلمة حلوة يقولها لك، دايما هيطلع فيك أخطاء، دايما هيصغرك قدام الناس، دايما هيتكلم في ظهرك. ابعد وبس. دور على الناس اللي شبهك، الناس اللي منك. هتقع في ظروف وفي شدة، بس ساعتها هتعرف مين اللي معاك ومين اللي ضدك. طول ما انت كويس هتلاقي ناس كتير، طول ما انت مش كويس هتلاقي ناس قليلة جدا. خليك في القليل قوي ده. لو هترسم معاك على شخص واحد انت الكسبان. تحياتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: انا عند ظن عبدي بي، ان ظن خيرا فله، وان ظن شرا فله. انا هقول لك يعني ايه حسن الظن بالله. ممكن تبقى رايح مثلا لشغلانه او هتعمل انترفيو في شغلانه، فطبعا طول ما انت ماشي عمال تفكر في ناس كفاءة عني، في ناس احسن مني، في ناس في اللغة اقوى مني، وتفضل تحبط في نفسك، بس ما حطيتش جواك ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك. فطبعا لما بتروح الشغلانة بتفشل. عارف فشلك ده ليه؟ لان انت ما كانش عندك حسن الظن بالله. دايما خلي عندك حسن الظن بالله. وهقول لك ايه مثل تاني: الناس اللي بتقعد مثلا تقعد تضحك مع بعض، يقعدوا يضحكوا ويهرجوا، تلاقي واحد كل شويه يقول استرها يا رب، خير اللهم اجعله خير، ربنا يعديها على خير. عارف الانسان ده بيحصل له مصيبه، ولازم تحصل له مصيبه، لان ما كانش عنده حسن الظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: انا عند ظن عبدي بي. هتظن في الله خير هتلاقيه. رب الخير لا ياتي الا بالخير. خلي دايما قلبك مع الله. دايما دايما خليك مع الله. دايما توكل على الله. ما تزعلش، ما تضايقش نفسك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مؤيدك وهو اللي هيوفقك. فدايما خلي عندك ظن بالله خير. تحياتي. يحيى. الضمير. ارجع بقى. ايوه كده. اكشن. الضمير تايه وسطينا، لا لاقي مكان ولا لاقي زمان. للأسف معظم الناس اتخلت عن ضميرها. معظم الناس نسيت إن في حاجة اسمها الضمير. الضمير تايه وسطينا، لا لاقي مكان ولا لاقي زمان ولا لاقي الناس. النهارده كل واحد نسى ضميره إلا من رحم ربه. المشكلة اللي في حياتنا كلها بقت الضمير بين الأب وأولاده، الضمير بين الزوجة وزوجها، الضمير بينك وبين أصحابك، ضميرك وأنت في شغلك، ضميرك بين الناس، ضميرك حتى وأنت ماشي في الشارع. هتيجي تقول لي طبعا
هو احنا اللي هنقدر الكون؟ اه احنا اللي هنقدر الكون. تقول لي هي جت عليا؟ اقول لك اه، جت عليا وجت عليك. ما هو لو كل واحد فينا نسي ضميره تبقى على الله السلام. يبقى لازم كل واحد فينا يحكم ضميره. يمكن الحياة اللي احنا عايشينها بسبب قلة الضمير. معظم الناس النهارده ده بيشتكي وده زعلان وده قرفان و المشكلة في الضمير. لو المدرس حكم ضميره الطلبة هتبقى ممتازة. لو الدكتور حكم ضميره ما اعتقدش هنشوف حالات وفاة. لو كل واحد فينا حكم ضميره في شغله هنكون أحسن الناس. أنت حر ما لم تضر. أيوه، أنت حر ما لم تضر. ما هو ما تجيش تركن لي عربيتك صف تاني واجي أكلمك تقول لي أنا حر. لا مش حر. ممكن يكون في حد تعبان، ممكن يكون في حد مستعجل نازل ياخد عربيته أو يوديه مستشفى وحضرتك قافل عليه عشان حضرتك حر. لا مش حر. والأستاذ اللي ماسك موبايله وعمال يصور ده ودي، يصور اللي رايح واللي جاي، تيجي تتكلم معاه يقول لك أنا حر. الأستاذ اللي ماسك موبايله وعمال يصور اللي رايح واللي جاي، اللي ماشية واللي قاعدة، وتيجي تتكلم معاه يقول لك أنا حر. لا مش حر. أنت عارف التصوير اللي أنت بتصوره ده هيتسبب للناس في إيه؟ هل فكرت مرة أنت بتصويرك ده ممكن تخرب كام بيت؟ ليه بنفكر دايما إن الحرية في اتجاه معاكس؟ ليه كل واحد فاكر إن الحرية لشخصه هو وإسعاده هو فقط؟ والأستاذة اللي دايما بصل جارتها وبصل زميلتها وبصل صاحبتها تيجي تتكلم في أذاهم تقول لك أنا حرة. لا مش حرة. الحرية دايما اللي ينفع الناس وما يضرهمش. الحرية طالما ماشية مع مصالحك وما بتضرش الناس فأنت حر. فدائما بص للحرية. عارف مين هو البخيل؟ أنا هقول لك مين هو البخيل. البخيل مش بخيل فلوس زي ما كل الناس فاكرة. البخيل بخيل مشاعر. بخيل على أولاده ومشاعره، بخيل على زوجته، بخيل حتى مع أصحابه. دايما تلاقي مشاعره بالنسبة لهم صعبة. البخيل بخيل حتى في حنيته. لما حد يجي يتكلم معاه أو يشتكي له من حد أو إنه يساعد حد دايما يوقفه ويمنعون المعون. يقولوا لا 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 أصله كذا ومعاه كذا وبيعمل كذا. فأنت بخيل حتى في حنيتك. البخيل في الكلمة الحلوة دايما ما بيقولش كلمة حلوة. تلاقيه دايما كده قافل، مش عايز يقول حتى صباح الخير للناس، مش عايز حتى يقول كلمة جميلة لحد أو لطفل. ده بخيل. البخيل في مساعدته بينه وبين الناس، ما يحبش يساعد حد. ده البخيل. البخيل حتى في أقرب الناس ليه ما يودهمش، ما يكلمهمش، وممكن يكلم ناس غريبة بالساعات. البخيل حتى مع أقرب الناس له تلاقيه مع الناس بره عمال يكلمهم بالساعات ويرجع معاهم بالدقايق والساعات، ويجي عند اللي منه ما يقولش كلمة حلوة. مع أصحابه ما يقولش كلمة حلوة. ده بخيل. والبخيل أنواع وأنواع وأنواع. فالبخيل مش بخيل مال. البخيل بخيل مشاعر، بخيل حنية، بخيل كل حاجة. تحياتي يا هشام.